اعمل بيبة في المطبخ ولا لا؟ طيب احنا عايزين نعرف الاول ايه هي المميزات والعيوب بتاع وجود البيبة. العيوب بتاعتي طبعا بيسبب رائحة كريهة في المطبخ، بيبقى سبب لوجود الحشرات. لو مفيش هبوط عندي في بلاطة المطبخ منسوب التشطيب هيزيد عن باقي الشقة، فطبعا هيبقى كشكل جمالي مش احسن حاجة. ايه بقى المميزات بتاعته؟ طبعا سهولة التنظيف، علشان كده دايما العميل بيبقى عايز بلاعة في المطبخ. بس مش ده السبب الرئيسي اللي انا ببصله. احنا دلوقتي لو حصل عندنا تسريب في المطبخ، يعني اللي هو فيه ميه في المطبخ، طبعا مفيش صرف تروح له، فبناء عليها هتروح تحت الوحدات المطبخ بتاعتي، وحدات التخزين. وممكن كمان تطلع على الفرش، والفرش بقى ده لو خشب HDF فكده خلاص باظ. طيب لو انا بقى عايزه اعمل بيبة في المطبخ وابعد عن العيوب دي كلها، نعمل ايه؟ في 5 خطوات لازم اعملهم علشان اتفادى كل المشاكل دي. اول حاجه لازم توصل صرف حاجه من دول، لا اما الفلتر لا اما الغساله، سواء غساله اطباق او غساله عاديه، لازم توصلها على البيبة بتاعتك. لان انا اصلا زي ما قلت في رائحه كريهه وفي حشرات بتيجي في المطبخ. حد هيقول لي طب اشمعنى مش بتيجي في الحمام؟ علشان الحمام دايما بيكون فيه ميه في البيبة، فانا في المطبخ علشان اضمن وجود ميه في البيبة وصل صرف الفلتر او الغساله على اللي هو البيبة بتاعتك، بلاش صرف الحوض. تاني حاجه، لو انا دلوقتي عملت اللي هو الصرف بتاع الفلتر فكده تمام. طيب لو هعمل صرف الغساله هو اللي على البيبة، يبقى لازم تستخدم البيبة اللي هي ال11 سم الكبيره علشان تستوعب كميه الصرف اللي عندها، بلاش ال7 سم. تالت حاجة، انا خلاص دلوقتي برضو الصرف على الغسالة واستخدمت ال11 سم. بيكون في نوعين من البيبة، في بيبة عادية وفي بيبة اللي هي مانع للطفح. استخدم المانع للطفح علشان ما تحصلش مشاكل عندك برضو بالغسالة وكده. رابع حاجة، طبعا لازم اختار مكان مناسب للبيبة. طبعا ما يبقاش مكان متداري، ما يبقاش مكان فيه الحركة كتيرة، فحاول تختار مكان يكون مناسب للبيبة بتاعتك ويكون متداري. يعني ايه متداري؟ اللي انا اقصدها ما يبقاش تحت الوحدة بتاعتك، لا ممكن مثلا احطه تحت الترابيزة تحت كرسي علشان برضو كشكل جمالي. خامس حاجة، طبعا لازم يكون في ميول على البيبة بتاعتي علشان ما تحصلش فيه مية تدخل تحت الوحدة او تخرج للفرش زي ما قلنا في الاول، وهو ده السبب الرئيسي اللي انا ببقى عايزة اعمل بيبة.